ولا دائما التعادل ولا افتكاك الكره من فرجاني ساسي، هو الهجوم للترجي التونسي، يرفع فرجاني ساسي ممتازه فوق المرمى بقليل، ياخذ الكره ولا محاولة عكس الهجوم محمد علي منصر وياخذها غيلان الشعلالي، يعطي تمريره ممتازه طه ياسين الخنيسي، طه ياسين الخنيسي، سعد بكير، سعد بكير ما زالت المحاوله متواصله للترجي التونسي، يخرج كره لايهاب المباركي، يسعد يسدد والحارس ممتاز، الحارس مره اخرى يتألق لكرة القدم. سعد بكير هجوم للترجي التونسي، فرجاني ساسي ممتازة التمريرة لإيهاب المباركي، يسعد إيهاب المباركي يحاول يمرر والمطالبة يبدو لي مخالفة، لكن الحكم يأمر بمواصلة اللعب والثقيل بالنسبة للترجي التونسي. وبالطبيعة احنا نشاهدوا واحنا نتحدثوا لأنه اللعب متوقف في العملية الأخيرة اللي كالعادة يسعد فيها إيهاب المباركي ومطالبة بضربة جزاء من الترجي. ما كانش ثم رضا كبير على قرار الحكم والمساعد الحقيقه في هذه اللقطه، والهجوم للترجي التونسي ويبل مباركي والكره تخرج، الكره تخرج ضربه مرمى. هجوم للترجي الاول في الدقائق الاخيره ياتي بفرصه اولى، تاتي بركنيه ثم فرصه ثانيه وتسديده يرشحها الحارس ممتاز، يرشحها الحارس وتضيع الفرصه على الترجي التونسي. قدميه ممتازه من سعد بكير، خليل شمام والهجوم للترجي خطيره، هدف التعادل، هدف التعادل لصالح الترجي الرياضي التونسي، هدف التعادل لصالح الترجي منذ بدايه الشوط، وسيناريو كذلك طيب لعمار الصياد. تخرج الكره تبقى للترجي، ايهاب المباركي، ايهاب المباركي يلعب مع سعد بكير، سعد بكير لفرجاني ساسي، فرجاني ساسي وممتازه والحارس كذلك ممتاز، تصدي اخر ممتاز جدا. ثم علي المشاني، علي المشاني يبدل اتجاه الكره للجهه اليسار، كره عند خليل شمام يلعب مع انيس البدري، خليل شمام 1-2 انيس البدري وتخريج الكره وسعد بكير والكره تضرب في المدافع، الكره تجيب ركنيه. شاهدوا في بدايه البطوله وهذا هجوم للترجي التونسي، يخرج الحارس علي العياري ممتاز في مره اولى، وفي مره ثانيه ما زال الهجوم للترجي وتضيع الكره، تضيع الكره على طه ياسين الخنيسي. كان امكانيات ثابته بالنسبه لفرجاني ساسي، والهجوم يتواصل للترجي، انيس البدري يعطي كره لسعد بكير والكره جانبيه بقليل، الحارس كان ما كانش عنده حتى حل، كان واقف، يعني اذا كان الكره